السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة CSS Layouts بالعربي. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا عن Fluid Typography. من اسمها كده هي كتابة سائلة. هنعرف النهاردة ان شاء الله يعني ايه كتابة سائلة، ايه موضوع الفلويد دوت، ازاي نقدر نحققه، وبيفيدنا في ايه بالظبط واحنا بنعمل Layouts بتاعتنا في CSS. فهي الاكزامبل عندنا النهاردة اكن عندي كده مقالة بسيطة، عندي هنا كده في ال HTML الارتكل، اديتها بس direction RTL اللي هو right to left عشان يجيب الكلام على اليمين ويعمله انه عربي، من غير دي كده يبقى انجليزي، يبقى كله على الشمال والنقط تلاقيها في اخر السطر وكده. فبنقوم عاملينها بالعكس كده RTL عشان ياخد النقطة في مكانها والبنكتويشن يبقى كله في مكانه وعلامات الترقيم تبقى كلها في مكانها، ويعمل الكلام على انه عربي مش انجليزي. تمام. بعد كده جوه الارتكل دي عندنا ايه؟ عندنا H1 فيها اسم عنوان المقالة بتاعتنا، وبعدين بقى P tag فيه الكلام بتاعنا. بالنسبة لل CSS عندنا برضو الستارتر اللي بنعمله كل مرة عادي، ان انا هنا عملت import الفونت من جوجل عشان يغير لي الفونت العربي، من غيره بيبقى الفونت شكله مش حلو. هو طبعا شلت المارجن والبادنج من كل حاجة واديت لهم بوردر بوكس، وجيت على البادي اديت له مينيمم هايت 200 في اتش وديسبلاي جريد وبيست ايتم سنترز. دي بتعمل ايه؟ دي بتسنتر لي الحاجة في نص الشاشة زي ما احنا شايفين كده اهو. فبقوم اول حاجة بخلي البادي ياخد الصفحة كلها، فكده خلاص بقى واخد الصفحة كلها. عايز بقى اخلي حاجة تيجي في النص، بقوم قايل له انت خليك جريد، الحاجات اللي عندك في الجريد خليها بليس سنتر، فدوت بيخليها سنتر الحاجة في النص على طول فيرتيكالي وهوريزونتال الاتنين مع بعض. وبعدين جيت على اخر حاجة خالص في الارتكل بتاعتي، غيرت الفونت فاميلي بتاعتها، خليتها تجول الفونت اللي انا عامله امبورت، وبعدين اديت لها بادنج 1 ريم، وخليت لها ماكسيمم ويدث 100 كاركتر عشان ما تاخدش الصفحه كلها، لا يبقى ليها ماكسيمم ويدث. لو صغير خلاص هتبقى واخده الويدث بتاعها بالبادنج مش اكتر، لو كبير هتبقى محكومه بال 100 كاركتر دول. وبعد كده اديت لها تكست لاين جاستيفاي، من غير دي كده بتلاقي الكلام في اخر السطر شكله مش حلو، سطور قصر من سطور وكده، فبقول جاستيفاي دي بتخليني السطور كلها نفس العرض، بتبقى كويسه جدا في المقالات، بتسهل القرايه يعني. هو مارجن انلاين دي اللي بتخليه سنتر في النص، ولكن هي اكشلي ملهاش لازمه دلوقتي طالما احنا شغالين جريد خلاص، يعني عملنا جريد وبليس ايتم سنتر، فخلاص هو الجريد هو اللي سنتر لي الحاجات في النص. لكن لو من غير دي كنت هحتاج ان انا اعملها عشان الكلام يجي في النص. فتعالوا كده نصغر HTML ونبدا نكتب الكود بتاعنا على طول ان شاء الله. احنا بقى ايه المشكله اللي عندنا؟ احنا عندنا الكتابه حجمها ثابت، فلو جيت على موبايل كده صغير الكلام شكله لذيذ، لو جيت على صفحه كبيره الكلام شكله صغير بالنسبه لي شويه. فانا عايز اعدل في احجام الخطوط اللي عندي بحيث انها تكون متناسبه على الموبايل وعلى اللابتوب وعلى الايباد وعلى الاحجام المختلفه عندي كلها. فتعالوا كده نبدا على طول، نقوم قايلين له والله ال H1 انا عايزه يكون فونت سايز 3 ريم عشان يبقى كبير شويه. حلو جدا. نقول له البي تاج عايزه الفونت سايز يكون 1.5 ريم. زي ما اتفقنا قبل كده الرام دي بتساوي 16 بكسل، فلما اقول له فوقها 3 رام معناها 3 تايمز 16 بكسل، شوف هو كام بكسل يبقى ده حجمها يعني. تمام. طيب كده الكلام بقى شكله لذيذ عندي على اللابتوب على الشاشه الكبيره، لكن لو جيت اصغر الشاشه هلاقي ان هو واخد نص الموبايل، واخد الشاشه كلها، عايز اصغره شويه. فالطبيعي ان احنا بنبقى عاملين ايه؟ نقول له عندنا اد ميديا سكرين اند ماكسيمم ويدث 500 بكسل مثلا، واقول له ايه لما تيجي بقى على الموبايل خلي لي الاتش 1 دوت يكون كام؟ يكون 2 رام، والبي تاج يكون على الموبايل 1 رام. حلو. هو كده مفيش حاجه حصلت ليه عشان احنا على الشاشه كبيره، لكن اول ما نصغر هنلاقي ان الكلام ايه؟ صغر عندي وبقى شكله مناسب لشكل الموبايل. او حتى لو جينا نبص هنا كده اهو الكلام عندي شكله لذيذ جدا على الديسكتوب. لو دوست فوق على اليمين كده اهوت شايفين كنترول شيفت ام دي فوق على اليمين اللي هي التوجل ديفايس ايميليشن، كده بيبقى كانه بيدخلني على الموبايل، فانا اقدر اختار بقى اي موبايل انا عايزه. فانا جبت هنا ايفون 12 برو، يشوف لي هو البلوتوث هيبقى شكله عامل ازاي عليه يعني، فشكله برده زي الفل اهو. لو شقلبت الموبايل خليته بالعرض اهو برده كلام كويس وواضح، لو حد فتح موبايل هيعرف يقرا كويس. فانا كده قدرت احقق الحاجات اللي انا عايزها. قد يظل بقى حاجات في النص كده لو انا على ايباد مثلا او حاجه، الكلام انا عايزه يكون اكبر من كده شويه بس هو لسه صغير. لو انا مثلا عندي سيرفس برو 7 برضو الكلام لسه صغير، انا عايزه يكون اكبر شويه من كده. فيعني في شويه مشاكل محتاجين بقى نضيف اكتر من ميديا سكرين. عندنا مثلا بيبقى في واحده اللي هي 400 وشويه للموبايل و700 وشويه للتابلت وهكذا، فالكود ممكن يكبر مني. في والله طريقه تانية افضل شويه، وهي ان احنا نستعمل حاجه اسمها الفيو بورت. يعني ايه فيو بورت؟ تعالوا كده نبص عليها. ان انا هنشيل دي خالص. حلو. فنرجع اللي احنا كنا عليه في الاول، بس بدل بقى الريم والكلام دوت لا، اقول له انا عايزك الفونت سايز يتحكم فيه عرض الشاشه اللي انا عليها. فهو لو على شاشه كبيره زي اللابتوب مثلا هيبقى حجم الفونت كبير، لو على شاشه صغيره زي الموبايل هيبقى حجم الفونت صغير. فتعالوا كده ايه نجرب، نقول له انت فونت سايز 5 فيو بورت، وانت كده تكون 2.5 فيو بورت. هو خدت بالكم دايما كده هنلاقي ان الاتش 1 ليه اللي بياخد المقاس والبي بياخد نص المقاس دوت. طبعا احنا عايزينها فيو بورت مش رام عشان ما يبقاش كبير قوي كده. اهو حاليا كده تقريبا مفيش فرق. بس ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بص اول ما اكبر الشاشه عندي
هتلاقوا الكلام بيكبر. اول ما اصغر الشاشه عندي هتلاقوا الكلام بيظهر. اللي متحكم في حجم الكلام بتاعي هو الفيو بورت بتاعي. كل ما بكبر عرض الشاشه الكلام بيكبر، كل ما بصغر عرض الشاشه الكلام بيظهر. فدي بتفيدني جدا في موضوع تحقيق الفلويد. اللي هو جه منها كلمه الفلويد او السيوله، ان هي اكنها زي المايه كده، كل ما بكبر وصغر هي بتكبر وتصغر معايا من غير اي ميديا كويريز. فدي حاجه كويسه جدا، بس فيها مشكلتين. اول مشكله ايه هي؟ ان انا لو على الموبايل، تعالوا كده نيجي هنا تاني نعمل ريفرش، نيجي كده على ايفون 12 برو، هلا بصوا الكلام اتفعص جدا رغم ان هو كان كويس وكان زي الفل. هلاقيه صغير جدا. ليه؟ لان الشاشه صغير جدا فهو عمال يصغر اكتر معايا. لو جيت اعملها بالعرض كده اللي هو معقول شويه عشان العرض مناسب، لكن على الشاشات الصغيره بيصغر جدا. طب حاجه كمان، لو انا جيت هنا وكبرت قوي، بصوا الكلام عمال يكبر ازاي. فلو حد بقى جايب شاشه من اللي هي الشاشه الالترا وايد بتاعت الجيمنج دي، هيلاقي الكلام عنده ما شاء الله ايه، واصل لحد السما فوق يعني. فمحتاجين ان احنا نديله بس زي حدود كده يقدر يكبر ويصغر جواها، اللي هو انت اصغر لكن اخرك هنا، ويكبر لكن اخرك هنا. فعشان نعمل ده بنعمل ايه؟ طبعا احنا كلنا بنتكلم في المشكله الاولى، تعالوا نحلها وبعدين نتكلم عن المشكله الثانيه. فعشان نعمل ده بنعمل ايه؟ بندخل حاجه بقى اسمها كلامب. بالكم هنا كده في كومنت اسمها كلامب. الكلامب دي بتعمل ايه؟ هي حرفيا عامله زي الكماشه كده، بتقول له انت بتبدا هنا واخرك هنا، بس حاول توصل للي في النص. فهو بياخد 3 قيم: المينيمم والماكسيمم والايديال، المثاليه اللي في النص. فهنعمل ايه؟ هنقول له احنا دلوقتي عرفنا ان الحاجه المثاليه هي ال5 فيو بورت اللي هي اللي في النص دي. بس في الاول، فاكر في الاول كان عندك ايه؟ كنت بقول لك وانت على الكبير تكون 3 ريم، وانت على الصغير تكون 2 ريم. فهندخلهم مع بعض ازاي دي؟ نقول له هنا ايكوال كلامب، انت اصغر حاجه عندك 2 ريم، اكبر حاجه عندك 3 ريم، وفي النص هنا انا عايزك تكون كام؟ 5 فيو بورت ويدث. فهو ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ هو دايما هيحاول يكون 5 فيو بورت ويدث. لو لقى نفسه بقى اكبر من 3 ريم هيقف عند 3 ريم، لقى نفسه بقى اصغر من 2 ريم هيقف عند 2 ريم. تعالوا كده نعمل ريفرش اهو. لما اعمل ريفرش هلاقي ان انا الاتش 1 عندي كبر، بقى شكله فعلا كبير. الاكزامبل اللي فات على طول كان الهيدنج كان شكله صغير جدا. طبعا هنا الباراجراف لسه صغير علشان احنا لسه ما عملناش عليه الكلامب دي، بس الاتش 1 ظبط معانا اهوت. لو جينا برضو نعمل شاشه بالعرض كده اهوت شكلها زي الفل. لو جينا نشيل الموبايل خالص حجمه برضو كويس جدا. فكده قدرنا نظبط الاتش 1. طبعا نعمل نفس الكلام على طول في الباراجراف بتاعنا برضو، نقول له لو سمحت كده انت كلامب. ممكن حتى من غير ما نقعد بقى نفتكر هو كان كام وبتاع، ناخد نص اللي فوق دول على طول، ناخدهم كده كوبي، نحطهم هنا وننصصهم كلهم. دي خليها 1.5، ودي خليها 1 رم، ودي خليها 2.5. تعالوا نسيف، نروح هنا نعمل ريفرش اهو، هنلاقي الباراجراف بتاعنا كبر ضعف تقريبا. فكده لو حد بيسكرول على الموبايل المقاس دوت بيرفكت جدا بالنسبه له، يقدر يقرا فيه بكل اريحيه. لو عمل الموبايل بالعرض الكلام برضه معاه زي الفل. لو خرج من الموبايل خالص وفتح من اي جهاز تاني هيلاقي ان الكلام معاه زي الفل. هو لسه عندي بيصغر اهو، الكلام بيظهر ولسه بيكبر، بس اول ما يكبر هيجي عند مرحله معينه كده وهتلاقيه بص واقف خلاص، هو كان مش بيصغر. انا كده الشاشه عماله تكبر معاه اهو، بس هو مش راضي يصغر خالص، او مش راضي يكبر اكتر من كده. هيفضل يصغر 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 لغايه ما يقف هنا كده اهوت، خلاص مفيش حاجه يصغرها اكتر من كده، هو وصل للحد بتاعه اللي انا قلت له يقف عنده. دي كده كانت اول مشكله عندنا. ايه بقى تاني مشكله؟ تاني مشكله لها علاقه بالاكسسبيليتي، وهي ان افرض حد كده كان قاعد دخل على الموقع بتاعنا وبعدين حس ان الكلام ده كبير قوي بالنسبه له وعايزه يصغر شويه. هيعمل ايه؟ هيزوم اوت، هيدوس كده كنترول ماينس على الكيبورد، تلاقوا بصوا الحاجات اللي فوق عماله تصغر، اللي هي لك اسم الموقع فوق وصورتي والكلام ده كله، بس الكتابه مش راضيه تصغر خالص اهو. بيزوم اب، بيزوم اوت، بعدين بيزوم ان، الكتابه لسه زي ما هي مش بتصغر. الباراجراف بيظهر سنه بس الهيدنج مش راضي يظهر خالص. لو صغر الشاشه اكتر من كده شويه في النص كده مثلا وقعد بقى يزوم ان ويزوم اوت، مش هيحصل، هتلاقي برضو الكلام ثابت عنده مش راضي يكبر ولا يصغر، او بيصغر بنسب بسيطه جدا. طب ده اللي بيحصل لان احنا هنا لما قلنا له ان انت تكون 5 فيو بورت ويدث او 2.5 فيو بورت ويدث، الفيو بورت مش بيتاثر بالزومينج اوت. انت هو البراوزر فاهم ايه؟ يا عم انا لسه على نفس الويدث بتاعي، فانا هفضل نفس الويدث بتاعي، هفضل نفس حجم الفونت بتاعي، مش هعدل فيه خالص ولا هكبره ولا هصغره. هو ايه اصلا اللي بيتحكم في موضوع الزوم ان والزوم اوت دوت؟ افضل حاجه بتبقى بترفلكت الكلام ده طول هي الريم. فعشان كده لو انا مكبر الشاشه خالص، ده معناها ايه؟ ان هو دلوقتي بيتعمل عنه 3 ريم، فلو جيت ازوم ان وازوم اوت هيشتغل عادي. بس طول ما هو في الحته اللي في النص اللي هو لسه بيشتغل بدول، يعني طول ما هو مضطرش يشتغل بالريمز دي اللي كبيره والصغيره، طول ما هو في اي حاجه من الرينج اللي في النص دوت، هنلاقي ان هو الزوم ان والزوم اوت مش شغال عنده، يعني عند اليوزر. يعني هيجي يزوم ان يزوم اوت هيلاقي ان الدنيا واقفه معاه. فعشان نعمل دوت بنقدر يعني نتحايل عليها كده بطريقه صغيره، وهي ايه؟ ان احنا نيجي هنا بدل نقول له 5 فيو بورت ويدث، لا احنا نشيل شويه من الفيو بورت ويدث ونزود له شويه في ايه؟ في الريم. يعني نخليها ميكس بين الاثنين، نشيل مثلا هنا نخليها 3 فيو بورت ويدث زائد 1 ريم. نيجي تحت هنا برضو كده ناخد نصهم، نقوم قايلين له 1.5 فيو بورت ويدث زائد نص ريم.
هنيجي نسيف كده هتلاقي نفس هي بالظبط، مفيش اي فروقات. نيجي هنا برضو نعمل ريفرش، هنلاقي ان هي تقريبا نفس حجم الكتابه. لو صغرنا نلاقيها بتصغر والكلام معانا زي الفل، لو كبرنا هنلاقي الكلام بيكبر معانا زي الفل. بس فرق ان انا لو في رينج في النص كده صغير وجيت ازوم ان او زوم اوت هنلاقي الكلام عمال يكبر معايا. فالكلام هنا ليه؟ عشان هو حتى لو هو في النص هو داخل فيه جزء من الريم، فالريم دي هتخليه يكبر ويصغر كل ما نعمل زوم. فكده خليت اليوزر اللي هو باص كده ولقى ان الكلام ده بالنسبه له كبير جدا هيعمل شويه زوم اوت، الكلام صغير له. نفس الكلام لو هو كان على شاشه صغيره كده وحس ان الكلام صغير عمل زوم ان هيلاقي الكلام بيكبر معاه برضه. طبعا هنا في اوفر فلو عشان الحاجات اللي فوق دي، لكن ايه لو احنا من غير الحاجات اللي فوق دي مش هيبقى في اوفر فلو يعني. فيعني في ناس كتير عارفه الحل بتاع الكلامب ولكن مش بياخدوا بالهم من منطقه الريم دي او من فكره الريم دي، وهي ان انا لو ما عملتش الريم دي اليوزر ممكن يبقى بيكسبكت حاجه معينه، هو متوقع حاجه بتحصل له ان هو لما زوم ان الكلام يكبر، لما زوم اوت الكلام يصغر، هيلاقي ان هو ما بيكبرش ولا بيصغر، يفتكر ان المشكله من عنده او ان اللي عامل الويب سايت ده عامل فيه مشكله ولا حاجه. لكن هي الحل بتاعها بسيط خالص، ان انا بقوم واخد بس جزء من الفيو بورت بتاعي اقوم نقله عند الريم. طبعا بقعد اجرب شويه الارقام دي، انا جربت قبل الفيديو عشان اوصل الارقام بسرعه من غير ما اضيع وقت في الفيديو. هحط مثلا هنا 4 فيو بورت ويدث زائد 1 ريم، لو انا خدت واحده احطها هنا وسيفت هلاقي ان الكلام عندي في مرحله ما مش هيكبر قوي او هيكون كبير جدا اكتر من ما انا محتاج او كده. فيعني بنقعد كده نجرب شويه بالارقام لغايه ما نوصل للسويت سبوت زي ما بيقولوا كده او الرقم المثالي بتاعنا، وده اللي بنشتغل عليه. اوكي، فيبقى احنا عندنا اول مشكله كانت ان احنا محتاجين نحط ميديا كويريز كتير جدا عشان نقدر نحقق كل الاحجام الشاشات اللي عندنا. حلناها بان احنا شلنا كل الميديا كويريز دي وخليناها فيو بورت. الفيو بورت ويدث دي عملت لنا ايه؟ خلت لنا الكلام يبقى فلويد، يبقى سايل. بس جات لنا مشكله رقم 2 وهي ان احنا الكلام بيصغر قوي وبيكبر قوي، فقلنا ان احنا نعمل له كلامبنج او نعمل له مينيمم وماكسيمم. فدخلنا كلمه الكلامب دي وادينا له المينيمم والماكسيمم، وفي النص خد الايديال او المثالي. وبعد كده ظهر لنا المشكله الاخيره وهي ان الكلام مش بيرياكت او مش بيتفاعل مع الزوم ان والزوم اوت بتاع اليوزر اللي هو فاتح مثلا من الموبايل او مغير حجم البراوزر بتاعه او ايا كان. مش هيتفاعل معاه لان هو مش بيعطي اصلا اي اهميه لليوزر محتاج ايه او اليوزر ايه السيتنجز اللي عنده يعني. فروحنا حللنا اخر مشكله عندنا دي ان احنا ضفنا الريم مع الفيو بورت ويدث عشان الفيو بورت ويدث يحقق لنا موضوع الفلويد، والريم يحقق لنا موضوع الاكسسبيليتي والزومينج بتاع اليوزر، وفي نفس الوقت بيدينه في حالتين ماكسيمم ومينيمم علشان يقدر يقف عندهم ما يكبرش قوي وما يصغرش قوي. فبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.